بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب أولى إعدادي، أهلا وسهلا بكم مع The Full Marks in English with Mr. محمد كامل. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية الأولى إعدادي 2024-2025 الفصل الدراسي الأول. أول سؤال في الامتحان بيكون سؤال listening. يقول listen and choose the correct answer from A, B, C or D. بنستمع علشان نختار الإجابة الصحيحة على 3 أسئلة. بعد كده listen and complete، استمع وأكمل. برضو بنستمع تاني علشان نكمل 3 جمل من خلال النص اللي احنا بنستمع إليه. يبقى سؤال listening عبارة عن 6 جمل، 3 choose و3 complete أكمل. كل سؤال من دول بدرجة. السؤال التاني اللي هو choose the correct answer from A, B, C or D. زي مثلا قدامنا كده بيقول number 1 when there is too much rain، لما بيكون في مطر كتير زيادة عن اللازم. this is called، هذا يسمى. نقول fever ولا heat stroke ولا flood ولا cooking. طبعا الإجابة الصح flood اللي هو الفيضان. بعد كده السؤال number 2 في ال reading we use strong passwords to keep our، نستخدم كلمات سر قوية علشان نحتفظ بإيه؟ safe on social media. نحتفظ ب role ولا account ولا space ولا place. طبعا الإجابة الصح account اللي هو الحساب. بعد كده السؤال الثالث بيكون read and complete the text، يعني اقرأ وأكمل النص with the words in the box، بالكلمات اللي بين الأقواس دي. عندك مثلا كلمة geocaching، normal، decide، missed، hobby. بيجيب 5 كلمات وبعدين بيجيب قطعة بيكون فيها 4 فراغات، فاحنا بنختار الكلمات المناسبة للفراغات، وطبعا في كلمة بتبقى زيادة ما بنختارهاش. السؤال طبعا السؤال دوت النقطة بنصف درجة أو الفراغ بنصف درجة، يعني السؤال من درجتين 2 marks. بعد كده السؤال number 4 question number 4 بيكون read the following text then answer the questions. نقرأ القطعة ونجاوب على الأسئلة. القطعة ديت من 6 درجات، بيبقى فيه سؤالين choose على القطعة، يعني choose the correct answer from A, B, C or D. أول سؤال مثلا making electricity uses a lot of، طبعا لما نقرأ القطعة هنعرف إنها كلمة resources. السؤال التاني the underlined word consumes means to، برضه ما بنقرأ بنعرف إن consume معناها يستهلك، فتكون الإجابة الصح use. طبعا احنا دلوقتي بنعرفكم بس نظام الامتحان وطريقة الأسئلة، وإن شاء الله في فيديوهات تانية هنبقى نحل مع بعض أو نجاوب مع بعض نماذج الامتحانات. طيب يبقى سؤال القطعة بيكون عليها قلنا 6 أسئلة من 6 درجات، سؤالين choose تختار، و4 أسئلة بنكتب الإجابة الصحيحة اللي هو B بيقول answer the following questions، وجاب 4 أسئلة على القطعة. في سؤال هنا بيقول what does the underlined pronoun them refer to، يعني الضمير يشير إلى إيه. number 4 give a suitable title، تعطي عنوان مناسب. وبعد كده بيسألنا عن سؤالين عن معلومات في القطعة. الجزء اللي بعد كده السؤال الخامس في الامتحان يبقى choose the correct answer from A, B, C or D. برضو choose اختيار، بس المرة دي عن structure يعني قواعد أو grammar. هنا بيقول I am my math project، طبعا علشان am هنختار الفيرب في ing، يبقى doing my math project. number 2 did you buy a new bike؟ سؤال، الإجابة to go to school by it، لكي أذهب إلى المدرسة. لكي to، يبقى السؤال كان بالquestion word أداة الاستفهام why لماذا.
طيب السؤال السادس complete the sentences with the correct form of the words in brackets. بنكمل الجملة بالكلمة الصحيحة. ده سؤال برضو عن الجرامر، 4 جمل هنصحح الكلمة الخطأ. يبقى السؤال رقم 5 هنختار الكلمة الصح، والسؤال السادس هنصحح الكلمة الخطأ اللي بين القوسين. يعني مثلا نمبر 1 بقول if water is 100 Celsius it boils. هنستخدم present simple لأن دي حقيقة ثابتة. لما المية توصل درجة 100 درجة بتغلي boils. نمبر 2 this is my sister هبة. وبعدين نقول his eyes are black. يبقى her eyes لأنها مؤنث يعني. وطبعا كان نمبر 1 boil. نمبر 3 can you. طبعا بعد كان بيجي الانفينيتيف، يبقى can you feed مش feeding. نمبر 4 we will go to the park yesterday أمس، فنستخدم التصريف الثاني فيبقى went. آخر سؤال أو السؤال اللي قبل الأخير في الامتحان هو نمبر 7 complete the following dialogue. بتكمل المحادثة الديالوج. سؤال الديالوج 4 فراغات ب4 درجات. طبعا بتشوف إذا كانت مثلا هنا بقول good morning أمير how are you. good morning علي I am برافو عليكم fine I am fine. what you do during the summer vacation قال له I did a lot of activities. يبقى what did you do. Number 3 what these activities قال له I volunteered at a community garden play. يبقى what were their activities. ماذا كانت تلك الأنشطة. آخر حاجة لما قال له what activity was your favorite قال له my favorite activity النشاط المفضل was writing stories using AI اللي هو الذكاء الاصطناعي. السؤال كان نمبر 6 كان ب4 درجات، والسؤال اللي كان قبله اللي هو نمبر 5 كان النقطة اللي تشوز بنصف درجة. يعني السؤال الخامس بالجملتين بدرجة، والسؤال السادس 4 أسئلة ب4 درجات. طيب بعد سؤال الدالو آخر سؤال في الامتحان اللي هو write paragraph، اللي هو باراجراف أو إيميل تكتب حوالي 80 كلمة 80 words على الموضوع اللي هو بيجيبهولك. هنا طالب منه موضوع spending your free time قضاء وقت الفراغ. وبكده أعزائي الطلاب نكون تناولنا مع بعض مواصفات الامتحان امتحان أولى إعدادي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025. أتمنى لكم كل التوفيق. السلام عليكم.